ازيكم؟ اعرفكم بنفسي، انا محمد علي وهكون معاكم على القناه دي واللي هندخل فيها سوا في عالم البيزنس ونعرف قصص نجاحات اشخاص وشركات ومش بعيد دول كمان، ونعرف ايه العقبات اللي واجهوها وازاي قدروا يحلوها واللي ممكن تعلمك تتخطاها او تواجهها في خطتك او خطوتك اللي جايه. تابع معايا وهتعرف اصل الحكايه. تخيل تترفض في كل وظيفه بتقدم عليها وكل انترفيو بتدخله الناس كلها بتتقبل الا انت الوحيد اللي بتترفض، وتدور الايام وتلف السنين وتبقى انت السبب في تغيير اقتصاد بلدك وتبقى كمان من اغنى اغنياء العالم. دي قصه جاك ما وامبراطوريه علي بابا. ماين اللي اتولد في 1964 في مدينه هانجتشو في الصين، واللي والده ووالدته كانوا ناس فقيره جدا ومتواضعين وعلى قد حالهم، يا دوبك ما يتصنفوش حتى من الطبقه المتوسطه. اللي والده كان بيشتغل مصور ووالدته كانت بتشتغل في مصنع، والاقاويل كانت بتقول ان هما الاثنين كانوا بينزلوا الشارع يلقطوا رزقهم ويغنوا قصص بالموسيقى. ماين كان بيحب اللغه الانجليزيه جدا، بس للاسف ما كانش عنده الفرص ولا الامكانيات ان هو يتعلمها، فكان بيجيب الراديو من بيتهم ويشغل القناه الانجليزيه ويقعد يردد وراها عشان يتعلم. في الوقت ده في الصين ما كانش في حاجه اسمها ان الواحد يروح يعمل شركته الخاصه او يستثمر مع حد في حاجه، لان الحكومه كانت مهيمنه على الشركات والصناعات كلها. وفي وقت معين الصين قررت انها تعمل سياسات منفتحه بحيث انها تظبط التجاره الخارجيه وتجذب المستثمرين ان هم يستثمروا على ارضها، وده اللي ادى ان المدينه بتاعت جاك يزدهر فيها السياحه. ماين او اللي هيتعرف بعد كده بجاك ما استغل الفرصة دي وكان بيصحى الصبح كل يوم الساعة 5 الفجر يضرب مشوار 40 دقيقة بعجلته عشان يروح الفندق اللي في وسط المدينة، لأن الفندق ده كان بينزل فيه سياح كتير وكان بيديهم جولات سياحية ببلاش مقابل ان هم يعلموه اللغه. وفي يوم قابل بنت اجنبيه من السياح اللي كان بيديهم الجولات، قالت له بصراحه انا مش عارفه انطق ايه ماين ده ومش عارفه اقول اسمك، فانا هقول لك يا جاي. قال لها خلاص قشطه ماشي. فضل يعمل كده 9 سنين متواصله، ما كانش بيهمه عواصف ولا رعد ولا برق ولا الدنيا تمطر، هو كان حاطط هدف قدامه. جاك في الوقت ده كان بيعاني جدا وكان محتاج فلوس بأي طريقة، كان كل وظيفة بيقدم عليها كان بيترفض فيها، حتى ان هو قدم على 30 وظيفة مختلفة وفي ال 30 وظيفة كان بيترفض فيهم. وكمان لما كنتاكي قررت انها تدخل الصين 24 واحد قدموا، هو الوحيد اللي اترفض فيهم. جاك في الوقت ده حياته كانت صعبة جدا، بس خلينا نرجع قبلها بشوية. في ابتدائية جاك سقط مرتين، وفي اعدادي وثانوي جاك سقط 3 مرات، حتى ان هو بعد ما اتخرج من ثانوي وقرر يدخل الجامعة سقط 3 مرات في اختبارات الجامعة. بس جاك ما استسلمش، جاك قرر يحاول ويقف على رجله ان هو يقدم في جامعة هارفارد، وقدم 10 مرات وبالفعل فشل في ال10 مرات، بس الحمد لله ربنا نفخ في صورته واتقبل في الجامعة اللي في المدينة بتاعته واتخرج ببكالوريوس في اللغة الإنجليزية. وبعد ما اتخرج اشتغل مدرس وكان بيقبض حوالي 12 ل 15 دولار في الشهر. بيفكرني بواحد كده. في الوقت ده الصين بدأت تتغير وبدأ كل واحد عايز يفتح شركة يفتحها عادي، لأن الشركات الخاصة بقت قانونية. فجاك هبت منه وهو عنده 29 سنة إن هو يفتح مكتب ترجمة صغير، بس للأسف فشل عشان جاك ما كانش عنده الدراية الكافية. بس جاك اتحمس جدا وجات له شرارة إن هو عجبه البيزنس على إن هو يبقى مجرد موظف في المدرسة، مدرس يعني. وفي 1995 سافر أمريكا عشان كانت الحكومة الصينية عايزة تعمل أبحاث عشان تظبط الطرق في الصين. وفي يوم خدوا صاحبه وقعدوا على كمبيوتر وقال له يعمل سيرش على اي حاجه تيجي في باله، بس جاك في الوقت ده كان خايف جدا يعمل اي حاجه والا هيضطر ان هو يدفع ثمن الكمبيوتر اللي بوظه. بس صاحبه اصر وكانت اول كلمه يعمل عليها سيرش هي كلمه بيره. بيره. المهم ان كل النتائج طلعت من كل البلاد حوالين العالم ما عدا الصين. جاك هبت منه وقال لا، الصين دلوقتي محتاجه الانترنت عشان نساعد الشركات هناك. لما رجع الصين قرر هو وصاحبه اللي كان معاه ده ان هم يعملوا شركه تبقى من اوائل الشركات اللي بتستخدم الانترنت في الوقت ده. فقرر ان هو يعمل موقع عليه معلومات عن الشركات الصينيه ويبقى زي خريطه كده صغيره، بس الموقع ده كان بدائي جدا. وفي يوم صاحبه قال له افرح يا اسطى احنا جالنا 5 ايميلات. قال له هو ايه بقى الايميل ده؟ ساب شغله وعمل الموقع ده واللي سماه تشاينا بيجز، واللي واجه مشكله كبيره قوي في وقتها ان الشركات الكتير اللي ظهرت في الصين ما كانش عندها درايه تماما بايه الانترنت ده اساسا. فخد الناس على قد عقلهم وواحده واحده قدر يقنعهم ان بيل جيتس قال ان الانترنت هو اللي هيغير جوانب الحياه الانسانيه. وفي الحقيقه هو بيل جيتس ما قالش حاجه، بس جاك استعمل الكلام ده لان الناس بتتاثر بالمشاهير، وبيل جيتس في الوقت ده كان عنده شهره جامده جدا. الموقع بتاعه كان محدود جدا وكان بدائي جدا جدا، كان مجرد صور وتحته كلام وخلاص عن الشركات، والشركات ما كانتش حتى بتدفع لجاك ان هو يقدر يطور فيه.
الشركة بدأت تخسر جدا جدا جدا، والأسوأ إن في شركة تانية طلعت نسخت الفكرة بتاعتهم، لا وكمان نسخت الاسم بتاعهم بس من غير الاسم. دي كانت تشاينا بيجز، الشركة الجديدة اسمها تشاينا بيج. جاك جاله إحباط وقرر إن هو خلاص يرجع لوظيفة حكومية لأن هو ما بقاش لاقي ياكل، ودي كانت وقعة فشل جديدة في حياة جاك ما. وفي 1999 جاك جمع 17 واحد من صحابه وقعد يقول لهم قد ايه الانترنت ده جامد ويحفز فيهم وهيجيب لكم فلوس معرفش ايه زي العيال بتوع التيك توك دلوقتي، وعرض عليهم مشروع التجاره الالكترونيه. الفكره ان الشركات كانت تقدر تبيع لبعضها وان المصنعين يقدروا يبيعوا للعالم كله، واصحابه وافقوا وقرر كل واحد فيهم يحط مبلغ معين في الشركه، وبكده اتولدت شركه علي بابا. اسم علي بابا اتاخد من قصه علي بابا وال40 حرامي، القصه المعروفه جدا واللي علي بابا كان فيها الشخصية الرئيسية اللي بتقول الكلمة السحرية افتح يا سمسم. اسم سهل وكل الناس عارفاه، ده غير ان هو بيتنطق بسهولة، وحرف الايه هو الحرف الاول في بداية اي معجم، واي نتيجة بحث معمولة بالابجدية حرف الايه هو اللي بيظهر فيها. وفي الاوقات الاولى للشركة جاك كان بيقعد يديهم خطابات تحفيزية قد ايه هم جامدين، قد ايه هم هيوصلوا، قد ايه معرفش ايه، وانه الدنيا هتبقى زي الفل معاه. بعد كده الشركات بدأت تدخل الصين وتستثمر فيها، ومستخدمين الانترنت في الصين بدأوا يزيدوا بأعداد كبيرة جدا، وقدر جاك يجتمع مع جولدمان ساكس ويقنعهم ان هم يستثمروا 5 مليون دولار في علي بابا. وفي شهر 10 سنة 1999 جاك اجتمع مع واحد اسمه ماسايوشي سون. الراجل ده كان مستثمر كبير قوي، قعد معاه جاك وقعدوا يتكلموا في حاجات بره عن الاستثمار وبره عن الفلوس وبره عن الكلام ده كله. قعدوا يتكلموا عن الرؤية المستقبلية للشركة وقد ايه الشركة دي هتبقى الراجل ده هو وجاك كانوا بيفكروا زي بعض جدا. بعد 5 دقايق من الاجتماع بتاعهم قال له بص يا اسطى انا خلاص انا مقرر اصلا من قبلها ان انا هستثمر معاك في الشركه، وعرض عليه 40 مليون دولار مقابل نسبه 40% من الشركه. بس جاك ما حبش يفرط في النصيب الكبير قوي ده من الشركه، فقال له بص يا عم انا عايز بس 20 مليون دولار مقابل 30% من الشركه، وبعدها مسا وافق. الشركة دلوقتي بقى معاها 25 مليون دولار وبدأت تعين موظفين كتير عشان يكبروا بالشركة، والمستخدمين زادوا والدنيا مشيت، والصحف بقت تكتب اصل ان انت تشتري من المصنعين الصينيين مباشرة ده هيوفر عليك فلوس كتير قوي. فكر جاك انه يطرح اسهم علي بابا في البورصة، بس في الالفينات الشركات بدأت تخسر والبنوك بدأت تفلس، وعلى الرغم من ان علي بابا في الوقت ده كان عندها اكتر من نص مليون مستخدم الا ان الارباح ما عدتش المليون دولار. المستخدمين كانوا بيدفعوا قليل قوي وبياخدوا خدمات كتير قوي. الشركة لما عينت ناس كتير وبدأت تعمل تطورات كبيرة مصاريفها زادت وبدأت تخسر، والصحف والمجلات ساعتها زاطت وبدأت تكتب ان الشركة خلاص بتنهار وعلي بابا مش هيبقى ليها وجود. بس الشركة بعدها بكذا سنة اديتهم واحدة جعفر العمدة خلتهم يرجعوا في كلامهم وبدأت تظبط النفقات بتاعتها وتعلي الأرباح. وفي 2003 عملت علي بابا منصة جديدة سمتها تاوباو، اللي معنى اسمها البحث عن الكنز، واللي جاك ما كان من وراها الشهادة حرفيا، وكان بينافس بيها اي بي في الوقت ده، واللي كانت متخصصة انها تبيع من شخص طبيعي لشخص طبيعي. واعلن جاك الحرب على اي بي وخلى موظفينه يوم في الاسبوع يلبسوا لبس الجيش، ده غير انه هو والفريق بتاعه قعدوا يدوروا ان هم يبيعوا حاجاتهم الشخصية ويعرضوها عشان يبقى في اي حاجة اصلا معروضة على المنصة دي. وكمان خلوا المنصة الجديدة مجانية للبائعين والمشترين، وبدل ما ياخدوا من المستخدمين فلوس بقوا يبيعوا مساحات إعلانية ويدوهم خدمات زيادة بمقابل. وعملوا كمان في المنصة دي شات بين الطرفين البايع والمشتري، وأطلقوا كمان منصة للدفع الإلكتروني سموها علي باي، اللي كان فيها المشتري بيحط فلوس في الأمان ولما يستلم البايع يقدر ياخد فلوس، وده اللي خلى في ثقة كبيرة قوي مع الموقع. في 2007 تاوباو استحوذت على 67% من السوق، وبكده اعلنوا انتصارهم على اي باي اللي خسروها حرفيا ملايين، لان تاوباو حرفيا كان ممكن تلاقي عليها اي حاجه، ممكن تلاقي عليها حلقه في ناموسه، واحد تاجره يبقى صاحبك، عندهم كل حاجه. جاك اطلق منصه جديده سماها تيمول، اللي كان المصنعين برضه فيها يقدروا يبيعوا للمستخدمين مباشر، بس من اصغر حاجه لاكبر حاجه، كان ممكن تشتري فيها عربيه. جاك بقى يسكت ويهدى ويشوف اكل عيشه؟ لا، في 2014 طرحت الأسهم الأولية لشركة علي بابا في بورصة نيويورك وحققت 25 مليار دولار، وساعتها كان أعلى رقم في التاريخ اتحقق. وبكده جاك ما بقى ملياردير وبقى أغنى رجل في قارة آسيا كلها، وكمان وزع على الموظفين حصص وأسهم في الشركة تقديرا للي عملوه الفترة اللي فاتت. ومن ساعتها وعلي بابا مهيمنة على مجالات كتير جدا 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 غير التسوق الإلكتروني، زي الفنادق والصحة والذكاء الاصطناعي وغيرها. وفي 2020 اتصنفت انها من اكبر الشركات في العالم. وعلى الرغم من ان علي بابا مبهدله الدنيا ناجح، بس جاك
كان عنده شركه تانية اسمها انت جروب، واللي كانت شركه شقيقه لعلي بابا، واللي جاك نقل منصه الدفع علي باي تبقى تبعها بدل ما تبقى تبع علي بابا. وفي 2020 اتصنفت شركه انت جروب انها من اعلى الشركات قيمه في مجال التكنولوجيا، واللي بيحصل عليها تعاملات اكتر من ماستر كارد وفيزا الاثنين مع بعض. وفي اخر 2020 انت جروب كان مقرر لها انها تطرح اسهمها في البورصه، وكان متوقع ان الطرح ده يبقى الاعلى في التاريخ زي علي بابا بالظبط. بس قبل ما الشركه تطرح، جاك طلع في خطاب وانتقد الحكومه الصينيه، وده بعد كده اللي هيغير احداث القصه تماما. لحد هنا بتقف قصه نجاح جاك، وبيحصل حاجات بتغير حياته تماما والنجاح اللي وصل له. بس احنا هنقف هنا عشان ما اطولش عليكم. لو عجبتك الحلقه دوس لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عايز فيديوهات اكتر خش على القناه، وما تنساش تقولي في الكومنتس لو عايزني اكمل قصه جاك ما والمنحنى اللي حياته خدته، وقول لي برضو ايه اكتر حاجه اتعلمتها واستفدت بيها في الحلقه النهارده.